يا اخي سبحان الله، الرجاله دول غلابه جدا وربنا، وفي منهم الجبنه قوي. انا اسف في الكلمه ان في بعض الرجاله ممكن يكرهوني بعد الكلمتين دول، بس والله في فعلا منهم اللي بيخاف من مراته جدا، والجبان جدا. آه يعني بصوا، انا هحكي لكم موقف صغير كده، مش عارف بصراحه الموقف دوت انتوا هتقولوا عليا فيه ايه. دخل لي واحد من شويه دلوقتي، لو سمحت عايز شريط مسكن ماشي، عايز ايه؟ قال لي بنادول ازرق، اللي هو العادي جدا يعتبر مسكن وخافض الحراره. ماشي مفيش مشكله. فالعادي ان انا الراجل ده كل 3 4 ايام كده او كل 5 ايام بيجي ياخد مني شريط معين كده برضه مسكن ايا كان المسمى. هو الشريط ده ثمنه 29 جنيه. فيما بعد النهارده بقى وهو بيطلب مني شريط البنادول، عرفت ان الشريط المسكن اللي هو بياخده ده مش ليه، ده مراته اللي بتاخده. فهو لما جه طلب مني من شويه دلوقتي بنادول، قلت له طيب انت هتاخد البنادول ليه؟ فاللي هو في العادي هو بياخد اصلا مني نوع تاني، فانا بقول له النوع التاني اللي انت بتاخده ده، ما هو برضه يعتبر مسكن وكويس وخفيف على المعده وتمام وكل حاجه، باخد منه. قال لي لا هو مش ليا، ده للجماعه، انا عايز بقى البنادول ده ليا انا. طيب ماشي مفيش مشكله. رحت جبت له شريط البنادول بكام يا عم؟ قلت له ب 23 جنيه. ياه، شريط البنادول ب 23 جنيه؟ هو غالي قوي ليه كده؟ قلت له ايه يعني ما يبقى ب 23 جنيه؟ ما انت الفليكتور بتاخده، انت بتقول الفليكتور بتاخده ثمنه 29 جنيه، ولا هو يعني عشان للجماعه؟ راح ضحك قوي كده وراح مسلم عليا انت عندك حق. فده الموقف اللي خلاني بس اقول انه معلش انا اسف في الكلمه، يعني ايا كان الراجل اللي بيسمعني دلوقتي هو برضه على فكره بيخاف من مراته مثلا، او بيعمل لها حساب، او بيحترمها، او الكلام ده. ما تخافش، انت مش لوحدك، لا في رجاله كتير جدا صغيرين وشباب وكبار كمان في السن، مش بس بيحترموا مراتاتهم، لا بيخافوا برضه على فكره منهم عادي جدا يعني. ف يعني افرح، انت مش لوحدك.